دي أهم المجالات اللي الناس بتقعد سنين تتعلم علشان تشتغل فيها، وهي هتختفي أصلا كمان كام سنة. وده بناء على تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2025. أول حاجة وظائف المحاسبين ومسؤولين المرتبات قلت أصلا بنسبة 24%، وتاني حاجة الطباعة والمهن المشابهة قلت بحوالي 26%، ورقم ثلاثة الوظائف الإدارية زي السكرتارية هتقل بنسبة 28%، رقم أربعة وظائف الكاشير وقطع التذاكر في السينمات وما شابه قلت بنسبة 30%، ورقم خمسة هي أكتر وظيفة استحوذ عليها الاي اي بنسبة 34%، وهي الداتا انتري. واكتر مفاجأة كانت بالنسبة لي هي ان الوظائف بتاعة البنوك زي التيلر وما شابه قلت بنسبة 35%. اما بقى رقم ستة والوظيفة اللي اختفت بشكل كامل تقريبا وقلت بنسبة 540%، هي موظف البريد او موصل البريد. وده معناه ان العالم بيتغير، وان انت لو ما قدرتش تواكب التطور انت كمان هتختفي مع الوظائف دي. فدايما حاول تطور من نفسك وفكر ازاي تواكب التطور الكبير بتاع التكنولوجيا. ولو عاوز تعرف ايه هي اكتر المجالات اللي هيكون عليها طلب في السنين الجايه، شوف الفيديو اللي جاي.